الإدارة فاشلة في الحتة بتاعة اختيار سواء اللعيبة المحترفة أو اختيار المدربين، سواريز، موسيماني. ولا خير في مجدي عبد الغني، ولا خير في مصطفى يونس، ولا خير في رضا عبد العال. كلكم هلهلين فارغين كرويا، ما عندكوش ثقافة بناء لأي هزيمة. كلكم بتشبكوا في الهزيمة وبتتصيدوا الأخطاء لمجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي هو الأهلي رغم كيد الكائدين، إنما اللي بتعملوه أول ما تشوفوا سقطة للنادي الأهلي والحوارات اللي بتعملوها دي كلها مكشوفة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. مهما تعملوا ومهما تقولوا على النادي الأهلي، الجماهير واعية جدا جدا لكل كلامكم اللي بتقولوه وتحركاتكم. يكفي مصطفى يونس إنه موجود في قناة نادي الزمالك بتيشيرت نادي الزمالك الأبيض، فعلا لايق على مصطفى يونس اللون الأبيض تيشيرت نادي الزمالك. ولكن رضا عبد العال زودها كتير، اتكلم على النادي الأهلي بعد مباراة صن داونز. النهارده المفروض يتكلم على مباراة الزمالك وإنبي اللي اتهزم فيها الزمالك 2-0 من إنبي بيوجعني، ولكن لازم يدخل النادي الأهلي، لازم يدخل مجلس إدارة النادي الأهلي، لازم يدخل مدربين النادي الأهلي اللي بيدربوا النادي الأهلي الموجود حاليا رئيس الكرة والقدامى. طبعا رضا عبد العال أصبح مكشوف جدا جدا للجماهير الأهلاوية من طريقته في النقد الهدام أو النقد اللي غير بناء. لذلك النهارده بنقول رضا عبد العال مهلهل، مصطفى يونس مهلهل، مجدي عبد الغني مهلهل، كلهم مهلهلين فارغين كرويا، ما يصلحوش انهم يكونوا نقاد للكرة المصرية وللكرة الاهلاوية بتاتا. هم عاملين انهم اهلاوية وبيحبوا النادي الاهلي وحزينين على النادي الاهلي، ولكن مكشوفين انهم فرحانين في مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الاسطورة محمود الخطيب. ودون في حد ذاته كارثة كبيرة من لعيبة زي دي لحم كتافة من خير النادي الأهلي، رضا عبد العال، مصطفى يونس، مجدي عبد الغني، يعملوا كده مع النادي الأهلي حتى لو كانوا مختلفين إداريا. ما ينفعش إنك تتكلم على النادي الأهلي وتنقده نقد غير بناء لما يكون خسران. كابتن محمود الخطيب إنجازاته واضحة للجميع. كابتن محمود الخطيب أسطورة مصر وأسطورة أفريقيا، ما ينفعش حضرتك تقول عليه أي كلام. ولو قلت إيه مجدي عبد الغني، مصطفى يونس، رضا عبد العال، الأهلي وجماهير الأهلي حافظين كابتن محمود الخطيب وحافظين كرامته صمت.